السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه يا حبايبنا؟ زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض الايه اللي هو ايه الجاتو شاتو بطريقة تيتا روكا. ومعاها كمان انا عاملة ديت وعاملة كمان صينية معاها. ان شاء الله هنخش كده على الفيديو ونشوف الحاجة الجميلة دي اتعملت ازاي. كيكة روعة 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 بطريقة سهلة وبسيطة، وما كلفتناش اي حاجة، كلها حاجات في البيت. وايه كلها كيكة معمولة بالمية، ما حطيناش لا لبن ولا حطينا زبدة ولا حطينا اي حاجة. وطلع زي ما انتم شايفينها قمر كده وجميلة. ان شاء الله نخش على الفيديو مع بعض وهنشوف عملنا اللي هي كيكة الشوكولاتة الجاتو شاتو بطريقة روعة وسهلة وما فيهاش اي تعقيدات. هنخش ان شاء الله مع بعض على الفيديو زي ما انتم شايفينها كده، وكل حاجة متوفرة عندك في البيت. تمام. فبأقل طبعا تكاليف ومش مكلفة. واحسن ما تجيبي ايه قطعة الجاتوه، شوفوا بره بتكلفك قد ايه. فدي مش هتكلفك وهتفرحي ولادك وحاجات جميلة واحلى من بره كمان. تمام كده حبايبي، نخش على الفيديو. ودي قناتي قناة تيتا روكا، ما تنسوش تدعمونا، ما تنسوش اللايكات. ماشي يا حبايبي، نخش بقى على الفيديو وعلى طريقة عمل الجاتوه الجميل ده بأبسط التكاليف. و... وايه ونشوف طريقه سهله وبسيطه ما فيهاش اي حاجه. ودي ايه عملت اللي هو اللي هو في القالب اللي هو المدور ده. وعملت تانية صينيه هي دي كلها باقل من كوبايتين ونص دقيق زي ما انتم شايفينها كده. هنبدا بقى في الخطوات، نسمي ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونقول عملنا الحاجه الجميله دي ازاي. معايا كوبايتين ونص دقيق او اقل كمان. معايا كيس بيكنج باودر. معايا 4 بيضات عشان الصينيتين انتوا شايفينهم. معايا الكاكاو الخام. معايا نص كوبايه زيت. معايا زي ما قلت لكم 4 بيضات، ومعايا معلقتين كيس بيكنج باودر وكيسين فانيليا. تمام كده يا حبايبي. ومعانا هنا كمان ايه في الكوبايه الصغيره معايا معلقتين نشا، وطبعا معلقه خل. تمام كده. هنبدأ بقى في الخطوات. هنبدأ بقى الدقيق كده هنخله دقيق عادي، مش دقيق اسبونش ولا حاجة. دقيق عادي خالص من عند أي عطار. تمام كده حبايبي، حطيت كوبايتين ونص دقيق ونخلتهم. هبدأ أحط عليهم نص ايه اللي هما المعلقتين اللي هما النشا. وهنحط ذرة الملح. وهنحط كمان كيس البيكنج باودر. تمام كده يا حبايبي اهوت. دوك على كوبايتين ونص اللي هما الدقيق. هنقلب المقادير الجافة كلها مع بعضها. وبعد كده نبدا نشوف المقادير ايه، وهنحط كمان معاهم ال3 معالق اللي هم اللي هو الكاكاو الخام بتاعنا، وهنقلبه مع الدقيق. مقادير بسيطه وسهله ما فيهاش اي حاجه. كده معايا الكيسين اللي هو الفانيليا حطيتهم برده، ما حطهمش المفروض احطهم مع البيض. بس ايه كده ولا كده برده هيبقوا ايه، هيخلوا ريحه الكيك بتاعي او الجاتوه هيبقى حلو ان شاء الله. تمام كده. حطينا هنا برده اهوت الكيسين زي ما انا قلت لكم. وهنبدا نقلب بقى نخلط ايه الحاجات دي كلها، المقادير الجافه مع بعضها، مع ذره الملح زي ما انا قلت لكم والنشا والكيس البيكنج باودر. وبعد كده هنشوف بقى المقادير اللي هي السايله هنعملهم ازاي. معايا ال4 بيضات هحطهم كلهم في شفشق الخلاط كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده عايز تحطي كيس فانيليا تاني مع البيض حطي، مش هتحطي هيبقوا ايه الكيسين برده مع الدقيق هيضيعوا ريحه الزفره بتاعه البيض. تمام كده. وعندنا كمان معلقه الخل، طبعا بتدي هشاشه وبتضيع اي ريحه اي زفره بالنسبه لل... للي هو الكيك بتاعنا. او لو عندك بشر ليمون اللي انت متوفر عندك اعمليه. عندي هنا كوبايه سكر مع ال4 بيضات. عندي بقى هنا ايه، مش هحط لبن مش هحط اي حاجه. ادي كوبايه الميه اللي قلت لكم عليها من غير لبن ومن غير اي تكاليف. لا انا هعمله بالميه وهيطلع زي الفل زي ما انتم شفتوه في اول الفيديو. هنضرب بقى ده كله مع بعضه. تمام. ونحط عليهم بقى معلقه الخل، ما تنسوش انا حاططها في الاخر. تمام كده. كان عندي معلقه سمنه او معلقتين سمنه كده، رحت واخداهم بالبطرمان عشان تدي حلو مع ايه نص كوبايه الزيت اللي احنا حاطينها نص بس. ومعاهم معلقتين كده سمنه بلدي كان عندي، فقلت احطهم برده عشان يدوا طعم حلو قوي للكيك بتاعنا او الجاتو شاتو. كده خلاص ضربت اللي هو المقادير السايله عندنا في قلب الخلاط. وهبدا بقى اصبهم، بس انا غيرت البوله الازاز كانت ضيقه على الدقيق. فهبدا بقى اهو معلقه الخل زي ما قلت لكم هنحطها على البتاع، وقلبتها تاني كنت انا نسيتها. كده هنبدا نقلب بقى المقادير بتاعتنا زي ما انتم شايفينها كده، بس هحطها هنقلها ببقى لان دي هنا كان في مالي البوله الازاز. فهبدا احطها في بوله تانية عشان يبقى اعرف اقلب المقادير بتاعتي كويس. زي ما انتم شايفين كده بدات احط المقادير السايله وبدات اقلبهم بقى مع بعضهم.
تمام كده نخلطه كويس جدا جدا مع بعضه، والمقادير مظبوطه وطالعه حلوه جدا. نقلتها بقى في اللي هو في الطبق اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي دوت، وبدات اقلب كل المقادير بتاعتي كويس جدا، المقادير السائله مع المقادير الجافه كويس. وهبدا بقى اصبها في القوالب بتاعتها وفي الصينيه اللي هو البايركس اللي موجوده. تمام كده يا حبايبي، هنا بدرتها بدل ما اعملها بالدقيق او لانها بالشوكولاته، بدرتها بالكاكاو زي ما انتوا شايفينها كده. وهبدا اصب بقى الخليط بتاعي ده، جزء منه في قلب اللي هو البوله اللي هي دي، وجزء في الصينيه زي ما انتوا شايفينها كده. حطيتها في الفرن على درجه 180 وطلعت زي ما انتوا شايفينها، بس لقطه الصينيه الكبيره اللي هي البايركس ما جاتش. عذرا. كده هقلب بقى الصينيه اهو زي ما انتوا شايفينها، او القالب بتاع التقديم. وهنبدا وطالع بسم الله ما شاء الله زي الفل زي ما انتوا شايفينه كده اهوت، بالمقادير المقادير بالمظبوط، وطالعه حلوه جدا وهشه وجميله جدا. ان شاء الله تعملوا بنفس الطريقه ونفس المقادير، وهتطلع النتيجه حلوه جدا بالنسبه لكم. كده طبعا كنت انا عامله اللي هي صوص الشوكولاته زي ما انتوا شايفينه كده اهوت، وانتوا طبعا عارفين بيتعمل ازاي. ماشي، اللي هو الزيت مع 3 معالق كاكاو تاني. عايز تحطي عليهم حبه لبن حطي، مش عايزه خلاص يبقى هو الزيت وتدوبيه على البوتاجاز وتبداي تحطيه وتزوقي بيه. الجاتو بتاعك بيبقى شكله جميل زي ما انتوا شايفينها كده. ودي كانت اللي هو الجاتو الشاتو بتاعنا الجميل. كده هنقطع منه جزء ونوريه لكم. والصينيه بقى المربعه برضو اللي احنا عاملاها البايركس، برضو اللقطه للاسف اتحذفت، فدي اللي جت بس في هي نفس العجينه نفس العجينه. تمام كده زي ما انتوا شايفين. هقطع لكم جزء كده منها وتشوفوها وتقولوا ايه رايكم في عمايل تيتا روكا. كده حبايبي طلعت لكم قطعه اهوت، وطلع مش هقول لكم على جمالها وعلى طعمتها. طلعت لكم منها قطعه اهوت. تمام كده حبايبي ونشوفها. وطلعت برضو قطعه من الصينيه، بس لقطه الصينيه للاسف ما جاتش. ودي كان الجاتو بتاعنا الجميل او الكيكه بالشوكولاته بطريقه تيتا روكا، وبطريقه سهله وبسيطه ومقادير بسيطه متوفره عندنا الزيت والبيض. وحطينا ميه ما كلفناهاش ولا حاجه، يعني ما حطيناش بقى لبن ولا زبادي لا، بابسط التكاليف عندك هتعمليها. تمام. ودي كانت الكيكه بتاعتنا بالشوكولاته زي ما انتم شايفينها، او الجاتو شاتو. وفرحنا اولادنا في البيت بدل ما نشتريها من